مرحبا. بفيديو اليوم حضرت لكم البيتي فور بطريقة سهلة كتير وطعمة ولا أطيب من هيك. والبيتي فور من الحلويات السهلة والبسيطة مناسبة للعيد. رح أحضر معكم بيتي فور هش وطري وبدوب بالتم ذوبان. بتمنى وصفة اليوم تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي رأيكم بالتعليقات. تابعوا معي الفيديو، تعالوا مع بعض لنشوف طريقة التحضير. ولتحضير عجينة البيتي فور بالبداية بنحتاج لقالب من الزبدة وزنه 250 جرام. فيكن تستخدموا أي نوع زبدة متوفرة عندكم، بس الأفضل نستخدم زبدة حيواني بتعطينا نكهة أطيب. والزبدة لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ. بعد ما قطعت الزبدة هلا رح استخدم المضرب الكهربائي ورح أخفق الزبدة بشكل كتير منيح حتى تصير بشكل كريمي. هلا على الزبدة رح ضيف كوب من السكر البودرة، وضروري يكون السكر بودرة. وبرجع بخفقهم بشكل كتير منيح، وهي الخطوة كتير ضرورية لنجاح البيتي فور. بيطلع معنا هش وطري. لازم نحصل على هذا القوام، يكون الخليط كريمي بهذا الشكل. بقلبهم مع بعض. وهلأ بدي نزل عليهم حبة بيض بالإضافة لصفار بيضة. وبضيف عليهم ظرف من الفانيلا ما يعادل معلقة طعام كبيرة. وهلأ بخفقهم بشكل كتير منيح حتى البيض يفتح لونه والخليط يصير كريمي. بهي الوصفة أنا ما رح استخدم البيكنج باودر، اكتفيت ببياض حبة بيض وحدة. بخفقهم بشكل كتير منيح وهيك صاروا جاهزين بهذا القوام. هلأ بدي نزل عليهم الطحين. بالنسبة للطحين نحتاج لكوبين ونص من الطحين. بنزل أول كوب وبنخله وبقلب المكونات مع بعضها، وبرجع بنزل الكوب التاني. وآخر شي بضيف عليهم نص معلقة صغيرة من الملح، وبقلب المكونات مع بعضها بشكل كتير منيح. وهون ما بصير نعجنها أو نخفق العجينة حتى يطلع معنا البيتي فور هش وما يطلع ناشف. هلا رح أقسم عجينة البيتي فور لقسمين، قسم بخليه على فانيلا والقسم الثاني رح أعمله على شوكولا. القسم اللي بدي أعمله بشوكولا رح أضيف عليه معلقة طعام كبيرة من بودرة الكاكاو الخام، بالإضافة لمعلقة كبيرة من السمنة أو الزبدة. وبقلبهم مع بعض بشكل كتير منيح. وهيك عجينة البيتي فور صارت جاهزة معنا. بيكون قوامها دبق شوي بهذا الشكل. هلأ بدي استخدم كيس الحلويات مع قالب تزيين الكريمة لحتى شكل فيه راس البيتي فور. بحط كمية من عجينة البيتي فور بقلب الكيس، ما بنحط الكمية كلها حتى تكون أسهل علينا بالتشكيل. وهلأ مباشرة على صينية الفرن رح أبدأ شكلهم بدون ما أدهن سمنة أو زبدة أو استخدم ورق الزبدة. بشكلهم على شكل نجمة بهي الطريقة. وحابة لكم ملاحظة، إذا كان الجو عندكم حار فبتدخلوا العجينة للبراد لمدة 10 دقائق لربع ساعة حتى تتماسك شوي. أما إذا كان الجو بارد فبتشكلوها مباشرة. وطريقة التشكيل كتير سهلة وبسيطة. بترفع ايدكم عن الصينية شوي وبتضغطوا ضغطة خفيفة لتحصلوا على شكل نجمة أو على شكل مدور بهذا الشكل أو على شكل أصابع. وبعد ما انتهيت من تشكيلهم دخلهم على فرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180 درجة بالرف الوسط. رح ياخدوا معكم وقت من 10 ل 15 دقيقة حسب نوع الفرن عندكم ومع المراقبة طبعا. القطع اللي على فانيلا زينته بحبات الشوكولا قبل ما ادخلهم للفرن، وهذا شكلهم بعد ما طلعتهم من الفرن. ما شاء الله ريحتهم بتشهي وطعمتهم كمان كتير كتير طيبة. مثل ما شايفين اخذين تحميرة بسيطة من تحت ومن فوق ضلوا محافظين على شكلهم. وبعد ما طلعهم من الفرن بتركهم بالصينية حتى يبردوا تماما بدون ما احركهم ابدا. وبعد ما يبردوا بدي احشيهم، رح احشيهم هون بالشوكولا. وممكن تحشوهم باي نوع مربى متوفر عندكم، ومربى المشمش يعتبر الانسب للبيتي فور. وهيك البيتي فور صار جاهز بهذا الشكل الحلو وطعمته كمان كتير طيبة. بتمنى هي الوصفة تكون عجبتكم، وبتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم بالتعليقات. وإذا عجبتكم وصفتي لليوم بتمنى تدعموا الفيديو بلايك. وإذا كنتوا لأول مرة عم تشوفوا قناتي ما تنسوا تشتركوا بقناتي مطبخ مروة وتفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم إشعارات بوصفاتي الجديدة. وانتظروني في فيديو جديد.